ايه انت عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله، الدنيا كله ماشيه تمام. ازاي؟ الحمد والله لله. كله الدنيا حلو. بس انت عمرك ما قلت لي. بس انت عمرك ما قلت لي ليه الفقير بيفضل فقير طول عمره يا باشمهندس طارق؟ عايز تعمل مشاكل انت خلاص بالسؤال انا ده. بص، الفقير بيفضل فقير لاسباب كتيره، تمام، بس من اهم الاسباب دي هي ان هو بيبقى خايف الفقير اللي زيه مم. يلسن عليه او ينتقده وهو بيحاول ان هو ينجح، مم. فبيفضل ان هو زي ما هو. وطبعا ممكن واحد فقير ربنا ما يكونش كاتب له ان هو اصلا يغتني، ولكن هو ما يعرفش ان ربنا كاتب له ولا لا. وفي ناس فقراء كتير قوي كانش معاهم فلوس وابتدوا حرفيا من الصفر، تمام، وربنا يعني رزقهم رزق كبير جدا. وده برضو يثبت لك نقطة مهمة او يبين لك نقطة مهمة، وهي وانت بتحاول تنجح او انت بتسعى وانت بتفتح مشروع وانت مثلا بتبتدي صناعة محتوى ايا كان، في ناس من الناس اللي انت عارفهم سواء بقى اصدقائك سواء في عيلتك، هتلاقيهم ان هم مش عاوزينك تنجح، مش بيدعموك، مش عشان هم ما بيحبولكش الخير او ان هم عندهم حقد، بس عشان لو انت نجحت هتثبت لهم ان انت ببساطة طلعت من نفس البيئة اللي هم طلعوا منها، وفي واحد نجح، فده هيثبت لهم ايه؟ ان هم ال... فيهم المشكلة، مم. فاهم؟ فهو بالنسبة له لما هو يشوفك انك بتفشل، ده حاجة هتخليه ان هو يتبسط. ليه؟ مم. لان هو هيأكد لنفسه انا كنت صح ان انا اصلا ما حاولش في مصر، او ان انا اصلا ما حاولش في اي دولة تانية، او مم. ان انا ما ابتديش البيزنس ده، او ان انا ما ابتديش صناعة محتوى او فاهم؟ مم. فحاجة هتغذي الايجو بتاعهم، الغرور بتاعهم. مم. بس هي دي كل طب لو الفكرة. انا مش مكتوب لي ان انا اعمل فلوس؟ ما انت بتعرفش ربنا كاتب لك ولا مش كاتب لك، هتعرف مم. منين؟ كل الحاجات دي غيبيات. بس ده مش معناه ان الناس كلها هتغتني، مم. فاهم؟ بس طالما انت ما تعرفش ربنا كاتب لك او مش كاتب لك، فانت المفروض ما يكونش عندك غير حلين: ايوه. انك تفضل تحاول، يا اما توصل، يا اما هتموت وانت بتحاول. بس يعني الحل التالت هو ايه؟ ايه الحل التالت بالنسبه لك؟ مفيش حل تاني. لا، في ناس يقول لك الحل التالت ان انا هبطل، مم. فاهم؟ خلاص هستسلم. طب وبعد ما استسلم هعمل ايه؟ مش تعمل حاجه. هتعمل ايه؟ مم. هتعيش الحياه اللي انت قررت اصلا ان انت تبتدي البيزنس او ان انت تفتح ايا كان اللي انت عاوز تفتحه او تبتديه، بسبب ان انت مش عاجبك الحياه دي، مم. فاهم؟ فانت لو بطلت، تخيل انت حد مثلا رماك في نص البحر وانت عمال تعوم وتعبان وجعان وعطشان وكل حاجه، وانت في نص البحر وخدت شوط كويس، فاضل لك مثلا فاهم 20 كيلو عوم، بس انت اوريدي عمت مثلا 30 40 كيلو، هتبطل؟ ما انت هتموت، صح. فاهم؟ فانت يا اما تموت وانت بتحاول، يا اما هتوصل على الشط، ما فيش حل تالت. فعلا. بس وطالما ربنا خلى واحد ملحد يبقى غني وان هو غير حياته، فليه انا ما يبقاش عندي حسن الظن بالله؟ فين حسن الظن بالله؟ حتى على فكره، لو اصلا الكلام اللي انا بقوله لك ده غلط، يعني حتى لو انا مش مكتوب لي ان انا هنجح او مش مكتوب لي ان انا هغتني، عشان النجاح برضه ليه عناصر كتير جدا. يعني نجاح مش ما هو الا مش بس فلوس. مم. في نجاح ان انت تبقى اب كويس، تبقى زوج كويس، تبقى ابن صالح، تبقى ابن ناجح، تبقى صديق ناجح، تبقى عبد، مم. فاهم؟ بتعبد ربنا، ودي اهم حاجه. لو انت مش عبد ناجح، لو انت شخص ما بتعبدش ربنا وما بتعملش الاساسيات اللي دينك بتقولك عليها، اللي دينك بيقولك عليها، فانت كده ما نجحتش في اهم حاجه اصلا في الدنيا دي، اللي هو ايه؟ اللي هو اختبار الدين. انت جاي عشان. بالظبط. فالنجاح مش بس فلوس، بس انا بتكلم فكره ان الناس بتقول انا مستحيل انجح في البلد دي او في مم. القريه دي او في المحافظه دي، ايا كان البلد ايه، سواء مصر او بلد تانية. مم. انت ما تعرفش ربنا كاتب لك انك تنجح ولا لا، فطالما ما تعرفش، المفروض تعمل ايه؟ تسعة. بالظبط، تسعى، وكل شويه هتلاقي نفسك ان انت بتتحسن. مم. بس موضوع بسيط.